مقاومة الأنسولين. ناس كتير جدًا بتسأل عن مقاومة الأنسولين، الأنسولين دي التخان بس، طب مقاومة الأنسولين دي يبقى أنا عندي سُكّر، طب مقاومة الأنسولين دي يعني أنا مش هاخس، طب مقاومة الأنسولين دي أنا هاعمل فيها إيه؟ بُصّوا يا جماعة الموضوع بسيط جدًا، جدًا، مقاومة الأنسولين ده يعني الجسم عمّال بيفرز الأنسولين والأنسولين خلاص اتشبع بالأنسولين، فعمّال الأنسولين ده زيادة عن الجسم محتاجه، فبتحصل مقاومة الأنسولين. مقاومة الأنسولين بتحصل إن إحنا بناكل أكل غلط، بناكل junk food كتير، بناكل حاجات فيها نشويات وسكريات كتير جدًا، الأنسولين عمّال طالع نازل، طالع نازل يعمل لي مقاومة أنسولين. طب مقاومة الأنسولين دي تبقى بس للتخان؟ لأ، موجودة في التخان وفي الرفيعين. طب أعمل إيه عشان ما يبقاش عندي مقاومة أنسولين، وأعمل إيه لو كان عندي مقاومة أنسولين؟ مش محتاج خالص أدوية، المحتاج إن أنا أنظمة low carb وصيام متقطع و رياضة، وفي منتج حلو كده جبار هنبقى نتكلم عنه بعد ما نخلّص إيه الحاجات كلها اللي بتبقى بعد مقاومة الأنسولين أو مسببات اللي هي بتسبب السمنة.